فريق الرجاء هذا الموسم يشارك فقط محليا، وهو يعني أقل فريق حصولا على أيام الراحة. كذلك أكثر فريق لم تحضر معه الجماهير داخل الميدان وخارج الميدان بسبب قانون المنع. وهنا هذه التساؤلات، ضف على ذلك وهذه النقطة التي تثير الكثير من الجدل، أن هذا الجهاز اللي هو العصبة الاحترافية يعني لا يخرج دائما بتوضيحات واضحة تشمل الجميع. هذا قدر الفرق البطلة دائما حمزة، أن تنافس على أكثر من جبل. أكيد فريق الرجاء الرياضي طال الصبر، وبعد صبر طويل انتفض المكتب المديري لفريق الرجاء ببلاغ كما وصفته أنت عزيزي شديد اللهجة بالفعل في حق العصبة الاحترافية. هذه العصبة الاحترافية هي الجهاز الوصي الذي يشتغل تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو الجهاز الوصي عن تدبير الأمور الخاصة بالدوري الاحترافي في قسمه الأول وقسمه الثاني. إذا تحدثنا عن فريق الرجاء فأنا أقول على أنه وأشاطر إدارة فريق الرجاء الرأي التي قالت على أنه خاصة هذا المكتب الجديد لإدارة الرجاء الذي بدأ مهامه بحسن نية يعني في التعامل مع هذا الجهاز، في التعامل مع بعض الاحتجاجات، لأن جماهير الرجاء كانت تقول من زمان وتؤكد على أنه هذا الفريق وكأنه مستهدف من بعض أعضاء هذا الجهاز. هذا لسان حال الجماهير الرجوية. اليوم المكتب المديري لفريق الرجاء كمؤسسة رسمية يدخل على الخط، وهذا إنذار شديد جدا، وهذا إنذار يجعلنا ندق ناقوس الخطر في الدوري المغربي. هل فعلا اليوم مبدأ تكافؤ الفرص قد غاب عن العصبة الاحترافية برئاسة عبد السلام بن لقشور الذي يعتبر هو رئيس العصبة الاحترافية؟ اليوم مجموعة من التساؤلات تطرح على هذا الجهاز. مثلا حمزة، وش ما هي التصرفات التي قامت بها إدارة الرابطة، إدارة العصبة، حتى يكون هناك احتجاجات شديدة اللهجة من إدارة الرجاء؟ يعني لا نتحدث عن أخطاء التحكيم فقط، هناك إجراءات أخرى أيضا احتجت عليها الإدارة. أكيد سنحاول أن نسرد مجموعة من النقاط. أول شيء هو المواعيد التي يخوضها فريق الرجاء، مواعيد مباريات فريق الرجاء دائما تلعب في الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي، ونعلم على أنه مبدأ تكافؤ الفرص يقول سواء في البطولات المجمعة أو في الدوريات يجب أن يكون هناك تدوير على مواعيد المباريات. لا يمكن أن يلعب فريق الرجاء بنسبة كبيرة جدا جميع مبارياته في الساعة 4 عصرا التي تشهد الحرارة تكون مرتفعة نوعا ما مقارنة بمباريات المساء. كذلك اليوم العصبة الاحترافية برئاسة عبد السلام بن لقشور قالت في اجتماع للمكتب المديري قبل فترة أن الفرق المغربية المشاركة في المسابقات القارية لن يتم تأجيل مبارياتها في الدوري إلا عند بلوغها دور الربع. بالأمس القريب في هذا الموسم أجلت مباراة لنهضة بركان، واليوم تؤجل مباراة لنهضة بركان ومباراة أخرى لفريق الوداد. فريق الرجاء بالأمس القريب اضطرته العصبة الاحترافية إلى أن يسافر إلى الجزائر ليشارك في مباراة قارية، ويعود قبل أقل من 3 أيام إلى المغرب ليواجه فريق الدفاع الحسني الجديدي. إدارة الرجاء انتفضت، لم تشارك، حضر الفريق الجديدي، حضر التحكيم، خسر الرجاء تلك المباراة. لكن لما الرجاء تشبت بالقانون ربح العصبة الاحترافية. اليوم فريق الرجاء بالله عليك عزيزي محمد، فريق الرجاء عند إقفال المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء معقل الرجاء ذهب إلى الجديدة ليحتضن مبارياته في ملعب العبد بمدينة الجديدة. مدرب الرجاء قال على أنه هذا الملعب فيه هناك بعض الأمور الغير جيدة، يتحدث عن مستودع الملابس كبنى جميل. فريق الدفاع الحسني الجديد خلينا بس نتناقش شويه في جزئيه تاجيل المباريات. حمزه، في مش منطقي برضو انه نهضة بركان يذهب الى جنوب افريقيا ليلعب مباراته في بطوله الكونفدراليه ويعود ليلعب بعد يومين مباراه في الدوري المحلي امام متصدر الدوري اللي هو الجيش الملكي. في اشياء منطقيه برضو وانت تحدثت عن حادثه الجزائر وانها تعتبر سند واساس قانوني ممكن تبني عليه العصبه مستقبلا، انه والله فعلا مستحيل انه فريق يذهب بيقطع القاره من شمالها الى جنوبها ليلعب مباراه ثم يعود بعدها مباشره ليلعب مباراه في الدوري. أكيد المشكلة، أنا أتفق معك جملة وتفصيلا عزيزي محمد، لكن صلب المشكلة عندما لا يطبق القانون على الجميع، فأي فريق بإمكانه أن يستغرب. اليوم حتى في إسبانيا هناك احتجاجات على بعض هذه الأمور، لكن اليوم عندما تطالب بالأمس القريب فريق الرجاء بأن يسافر ويعود، فاليوم فريقنا وكعصبة في اجتماع للمكتب المديري تقول على أن المباريات القارية ستؤجل بداية من دور الربع.
ونفس الجهاز يتغاضى بشكل يعني متعمد أو غير متعمد عن هذه النقطة مع فريق دون آخر. أنا اليوم لا أدافع عن فريق الرجاء، بل أقول على أنه ما تحججت به الإدارة وما احتجت عليه الإدارة منطقي جدا. إضافة إلى هناك نقطة أخرى، فريق الرجاء هذا الموسم يشارك فقط محليا، وهو يعني أقل فريق حصولا على أيام الراحة. كذلك أكثر فريق لم تحضر معها الجماهير داخل الميدان وخارج الميدان بسبب قانون المنع. وهنا هذه التساؤلات. ضف على ذلك وهذه النقطة التي تثير الكثير من الجدل، أن هذا الجهاز اللي هو العصبة الاحترافية يعني لا يخرج دائما بتوضيحات واضحة تشمل الجميع. هذا قدر الفرق البطلة دائما حمزة، أن تنافس على أكثر من جبهة.